اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أعرفكم على نفسي الأول في بداية الفيديو كده، عشان مبدئيا تبقوا عارفين الشخصية اللي انتوا بتتفرجوا عليها. أنا اسمي ملك، آه، عندي 32 سنة، ومن محافظة كفر الشيخ، من المحافظة نفسها، مش من قرية تبع ليها، من المحافظة الرئيسية. ان شاء الله هبقى ده اول فيديو ليا، وان شاء الله هبقى معاكم دايما. انا ابتديت الفيديو بالمقطع ده وبطأته عشان يبقى عندي المساحة ان انا اقدر اعرفكم بشخصيتي، ومن خلالها تعرفوا تتفرجوا على مين. ان شاء الله القناة بتاعتي هيبقى محتواها روتين البيت بقى، اي حاجة بتخص البيت، التنظيفات، ترتيبات، التنظيف العميق والتنظيف البسيط برضو. وهعمل معاكم برضو اكلات، بس اكلات بسيطة كده على قدي، عشان انا مش طباخة ماهرة. انا كنت بس هنا بوريكم البلكونة بتاعتي، ببتدي ان انا اوريكم البلكونة بتاعتي لان وقتها كنت موجودة فيها بس. وان شاء الله من خلال الفيديوهات هتشوفوا شقتي كلها. انا يومي عادي وروتيني عادي وبسيط، وحاجتي كلها بسيطة وموجودة في كل البيوت، وعند كل الناس. ما عنديش حاجة واو ولا حاجة مش عند حد، لا، اللي موجود عندي موجود عند غيري، والحمد لله. مش هتبقى فيديوهاتي معقدة، ولا الحاجات اللي انا هستخدمها هتبقى بفلوس كتير مثلا، فهيبقى اشخاص غير مقتدرين ان هي تبقى متوفرة عندهم عشان يقدروا يعملوا زي. لا، حاجتي بسيطة وان شاء الله هتعجبكم. انا هنا ما كنتش بعمل اي حاجة، انا بدأت يومي بان انا قمت واتوضيت وصليت وطلعت، شلت الهدوم اللي كانت موجودة، وبعدين دخلت المطبخ بقى. البيبي الصغير كان عايز فشار، فانا عملت له هو كان عايز شيبسي، بس انا استبدلت الموضوع بفشار، حاجة صحية واحسن. واللي انا كنت بعمله هنا ان انا كنت بحضر للغدا، فكنت عاملة أكلة بسيطة وسهلة، ابسط واسهل أكلة بتتعمل لما الستات بتبقى صاحية ملهاش مزاج انها تطبخ بصراحة. وكنت عاملة مكرونة وبيض وبطاطس، أكلة سهلة وبسيطة وسريعة، مفيش أسرع من كده. مش محتاجة طبعا ان انا احكي عنها تفاصيل لان هي معروفة. وبعدين بقى بدأت ألملم المواعين اللي كانت في الصفاية من بالليل. أنا بصفي حاجتي قبل ما أدخلها المطبخ، لازم تنشف وتدخل المطبخ ناشفة تماما بس. وبحضر الأكل حواليا بقى، عشان لما أخرج من المطبخ أطلع برا أشتغل براحتي، ما يبقاش ورايا حاجة في المطبخ. هنا كنت سلقت المكرونة وكنت بعمل أنا بقى بصلص المكرونة بالصلصة العادية اللي هي المعلبة، لان اغلب الوقت لما كنت بصلص بالطماطم كان بيبقى فيها طعم كده، فكان بيخلي طعمها مش الطف حاجة، فبقيت اصلص بالصلصة المعلبة اللي هي بتبقى في الصفايح، مش في حتى البرطمان الازاز. بس بخففها بس كده، وبحط عليها حبة ملح وحبة فلفل، وبسيبها على النار تتسبك سيكة كده. كنت بلم بقى بقية المعالق والحاجات اللي انا كنت مستخدماها من اليوم اللي قبله، برجع كل حاجة مكانها عشان الدنيا حواليا تبقى رايقة، واشتغل براحتي في المطبخ. ما يبقاش الحاجات كلها محطوطة فوق بعضها ومتكركبة، بحيث لما احتاج حاجة اروح اخدها من مكانها. هنا كنت حطيت الصلصة اهو، هحط المكرونة واسيبها بقى مع نفسها 10 دقايق على النار، يندمجوا مع بعض كده وبس كده، وبسيبها بقى. بس حمرا وجميلة والله، مش بتطلع اللي هي صلصتها مش بتطلع فاتحة ولا حاجة، لا، بتطلع حمرا وحلوة. هنا بقى انا حواليا انا خلصت، فانا بقشر البيض وبسيبه على جنب، وهقشر البطاطس برضو وبركنها.
اللي هو بحيث احنا هنيجي وقت الاكل هناكل اهو، بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين، يبقى انا بس هسخن الزيت واحمر على طول وكل حاجة تبقى جاهزة. انا بحب لما اطلع من المطبخ ما يبقاش ورايا اي حاجة في المطبخ، عشان اشتغل بره براحتي في الشقة، ما بقاش مشغولة ان انا لسه في حاجات ورايا في المطبخ المفروض ان انا ادخل اخلصها. فكده بيبقى احسن لي، يعني بيوفر وقتي ومجهودي بصراحة، ولو ورايا حاجة تانية بقدر اعملها. بس هنا انا كنت بحضر البطاطس اهو، وبهركنها بقى على جنب هي والبيض لحد ما نيجي ناكل. يعني يا رب اقدر، يا رب فيديوهاتي تعجبكم واقدر افيدكم باي شيء. طبعا انا مبتدئة، ده اول فيديو ليا، فانا مبتدئة جدا، فطبعا مبتدئة في التصوير، مبتدئة في الكلام، مبتدئة اصلا في المحتوى، في كل حاجة. فاكيد مش من اول فيديو الدنيا هتظبط معايا، اكيد لا. اتمنى ان انا اقدر يعني افيدكم بالفيديوهات بتاعتي، وان انا اقدر اعمل لكم حاجة كويسة، وان انتوا تحبوا يعني تتابعوني وتحبوني، وده والله يبقى شرف ليا يعني. انا خلصت وبغسل طبعا المواعين بتاعتي، مش بحب اسيب مواعين، شوية المواعين اللي اتعملوا حواليا وانا بوضب يعني، بغسلهم وبصفيهم برضو، عشان بس تبقى المواعين بتاعت الاكل هي اللي تتبقى وخلاص. واسفة طبعا على الوضعية بتاعت التصوير، مش بمزاجي والله، بس انا ما كنتش لسه عارفة يعني الموبايل يتثبت في انهي اتجاه عشان يطلع الزاوية مظبوطة. هنا انا كنت بخلل طماطمايه عشان انا بحبها بصراحه، بتبقى جنب الاكل كده يعني حاجه حرشه كده يعني. طماطمايه عادي بقطعها واحط عليها ملح وكمون ونطرة توم ونطرة شطة وعصرة ليمونة وبرضو مفيش حاجة، خل بسيطة قوي يعني، نقطتين 3 خل كده. بخللها بقى كده، بسيبها مع نفسها بتتبل بالتتبيلة دي، والله بيبقى طعمها حلو قوي. كده انا كنت طلعت من المطبخ وهروق بقى الاوض، يعني بروق السراير وبظبطها تاني وبرجع كل حاجة مكانها عشان تبقى كويسة، بحيث مثلا لو انا يعني نزلت في اي وقت، او لو مثلا في حد جالي فجأة، يعني اي حاجة حصلت يبقى الشقة بتاعتي مترتبة بشكل كويس. وعشان حتى يعني عشان احنا يعني عينينا احنا نفسنا تشوف الحاجة حواليها مترتبة، فده بيخلي النفسية كويسة بصراحة يعني. دي كانت أوضة الأطفال، أنا بنام فيها أنا وابني وكده، فبرتبها يعني، برجع يعني هو السراير نضيفة وكل حاجة، أنا بس بسوي السراير وبطبقها بس كده، وهي خلاص كده، هي بصوا زي الفل، هي ما فيهاش أي حاجة. بروح بقى لمرحلة الغسيل اللي مش بنخلص منه. انتوا عارفين بقى، غسيل بيتلم وغسيل بيتطبق وغسيل بيتغسل وغسيل بيتنشر، وهكذا دورة الغسيل دي ما بتخلص. انا كنت بدخل دورة بقى، وقلت على ما يعني على ما الغسالة تخلص، في طبعا هدوم انا لميتها الصبح، فقلت بالمرة اغسلها. انا هنا بقى كنت بس يعني انا شغلت الفيديو بصراحة عشان يعني كملت فيديو، كنت عايزة اوريكم انا بطبق ازاي التطبيقة بتاعتي، شكلها ايه. انا بحب قوي ان انا اطبق التطبيقة بتاعت المحلات دي، مش التطبيقة اللي هي بتبقى العشوائية، لا يعني الدولاب بتاعي كله كده متطبق بالتطبيقة دي. بصراحة التطبيقة دي كويسة، وبتخلي الدولاب شكله حلو ومتنظم كويس ومترتب كويس. ولما باجي اجيب حاجة من الدولاب، يعني الدولاب بقى مش كله بينزل فوقيها تاني، لا كل حاجة بتفضل مترتبة مكانها. باخد مثلا البيجامة اللي انا عاوزاها، الملاية، عامة القطعة اللي انا باخدها، في كل حاجة بتفضل مترتبة زي ما هي. فده كويس جدا، بيخلي الدولاب بتاعي مترتب طول الوقت. ومع الوقت برضو ان شاء الله هفتح لكم الدولاب بتاعي وهتشوفوه، وهتشوفوا يعني ترتيبي في الدولاب شكله عامل ازاي.
هنا خلاص انا كنت خلصت. في الاخر كده ان انا وريتكم الدولاب، بس طبعا ما بانتش كويس عشان الوضع بتاع الكاميرا يعني. كنت خلصت بقى خلاص واحنا هناكل، فقلت اما اعمل عصير موز فريش. حلوة، حاجة مفيدة وكويسة بصراحة، وعشان الكتكوت الصغير يعني. عملته كده بسرعة، وانا بس كنت انا مسخنة الزيت اصلا وبحمر البطاطس بس، ويعني موطية قوي على المكرونة اللي هي تسخن جنبي كده. هنا كنت خلاص تخلصت اهو، وحطيت عليه التلج برضو. كان طعمه حلو بصراحة، فريش كده وجميل. هعمله بقى، هحطه في الكاس اللي هو الكبير ده شوية، وبحط فيه شلمون كده وبنشرب منه. بس هو ده روتين يومي البسيط. لو عندي تنظيفات عميقة طبعا بعملها، مش بسيبها يعني. اهو كنت خلصت خلاص، وكنت بحط الاكل بقى خلاص كده. المكرونة بصوا حمرا خالص، مش فاتحة ولا حاجة من الصلصة. أكلة جميلة وبسيطة وبنحبها بصراحة، والحمد لله على نعمة ربنا كلها. خلاص بقى كنت خلصت أكل ويومي كده خلاص. طبعا خلاص، أنا أول ما بنخلص أكل لازم طبعا بدخل المطبخ أفنشه بقى، ما بسيبش يعني في حاجة. ففي الأول كده بمسح الرخامة كويس، أي بشيل كل اللي عليها، وامسح الرخامة كويس جدا وانشفها، وارجع كل حاجة مكانها، وبحط فوط التنشيف، اكيد كلكم عارفينها اللي هي دي. وبصفي عليها بقى الحاجات، عشان يعني الحاجات بتبقى تقيلة على المصفى، على الصفاية دي، وكتيرة، فمش بتاخد كل حاجة. فبشيل الحاجات مثلا اللي هي زي الحلل، البلاستيكات، لو في خلاط مثلا زي ده كده بحطه على فوط التنشيف دي. حلوة قوي، والحاجة بتتصفى وبتبقى ممتازة بصراحة. ده كان خلاص المواعين بقى بتاعة الأكل والأطباق اللي احنا أكلنا فيها وكده. بغسلها بقى كلها واصفيها، وبكنس المطبخ. لا، بغسل البوتاجاز الأول، وبعدين بكنس المطبخ، ولو محتاج ان هو يتسيق بسيقه طبعا. انا بصوا، انا بغسل المواعين كلها دفعة واحدة، وبعدين اشطفها كلها دفعة واحدة. انا بالنسبة لي يعني دي انسب طريقة انا استخدمتها وحبيتها، ولقيتها سهلة، وبتوفر لي في الوقت والمجهود. كويسة يعني. انا كنت الاول بغسل، يعني اغسل كل ما اغسل، يعني كل ما ادعك حاجة اشطفها. وبعدين يعني في يوم عملت كده فحبيت الطريقة دي، لما اغسل لهم ادعكهم كلهم مرة واحدة، وبعدين اشطفهم كلهم مرة واحدة. بحس ان هي كده اسرع يعني. وطبعا اكيد كل بنوتة فينا ليها طريقتها الخاصة في كده يعني. اهو بس خلصوا. طبعا هو الفيديو انا مسرعاه، مش بيخلصوا بالسرعة دي، بس حقيقي بتبقى معايا، مش ما بتاخدش وقت خالص. حتى لو المواعين اللي انا مستخدمها كتير برضو مش بتاخد معايا وقت خالص. اهو خلاص هخلص بقى، وهغسل البوتاجاز، واكنس المطبخ. بس هو ده، انا ابتديت معاكم اول فيديو ان انا بوريكم روتيني البسيط، و... وان شاء الله يعني هيبقى فيه روتينات عميقة برضو، وان شاء الله يعني المحتوى بتاعي يعجبكم وافيدكم باي حاجة. خلاص كنت خلصت اهو، وبغسل البوتاجاز. او لازم طبعا طبيعي انا كل يوم بغسل البوتاجاز، مش بركن البوتاجاز باليومين او كده واغسله، لا انا كل يوم لازم اغسله بصراحة. لان موضوع تراكم الدهون ده شيء مش لطيف خالص، ويعني بياخد مجهود في ان انا اغسله، وكمان ممكن الحاجة تبوظ يعني. فكده اضمن بصراحة واحسن.
بس كده انا كده، ده يومي، ده كان اول يوم ليا في اليوتيوب. ويا رب يعجبكم والفيديوهات اللي جايه تعجبكم. اللي يشوف القناه بتاعتي لاول مره ياريت يعمل لي متابعه ويعمل لي لايك، واتشرف بيكم جدا. شكرا.